معلش الفيديو الأولاني فصل. هنكمل. يبقى عرفت ايه الكومبوننت تمام زي الميركوري اوكسايد والووتر، واقدر اعمل كيميكال سيبريشن بايه؟ بالهيتنج او الالكتروليسيس. طيب هيتنج يعني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجيب الميكسشر اللي عندي ده، سوري اجيب الكومبوننت اللي عندي ده واعمل له هيتنج واسخنه، زي مثلا الميركوري اوكسايد HGO. الميركوري اوكسايد ده لونه احمر، اما باجي اسخنه ايه اللي بيحصل؟ الاكسجين غاز بيطلع وبيفضل عندي راسب ابيض او ليكويد بتاعه. مش ابيض، هي فضي، ماشي، سيلفر ليكويد اللي هو الايه؟ الزئبق HG اتومز. اوكي، يبقى انا كده عملت سيبريشن ليهم عن طريق الايه؟ الهيت. طيب الالكتروليسيس ان انا بجيب ميه ووتر، بحط عليها اسيديفايد، بعمل لها اسيديتي يعني بالسلفوريك اسيد، بحط ميه عليها شويه سلفوريك اسيد تمام، واحطها في هوفمان هوفمان فولتميتر هو ده شكله. هوفمان فولتميتر هو ده شكله. طيب بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل ديكومبوزيشن للهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده. طيب انا مش فاهم حاجه من الرسمه دي، تعالوا نفهمها بالراحه. هنا عندي باور سبلاي او الكتريك سورس، حاجه بتديني ايه؟ كهرباء. بوصلها بتو الكترودز، انود وكاثود، بوزيتيف ونيجاتيف. وهنا في النص انا حاطط الايه؟ الميه اللي عليها سلفوريك اسيد. تمام، ابتدي اشغل الايه؟ الالكتريك سورس، بلاقي بابلز بتطلع هنا وهنا، بلاقي فقاعات. طبعا انا قافل ايه؟ قافل التاب اللي فوق عشان ده اعمله، قافل الحنفيه من فوق او قافل اللوك من فوق عشان انا عايزه اجمع غاز، الاكسجين لوحده والهيدروجين لوحده. طيب بعد ما بشغل الباور سبلاي او الالكتريك سورس ده بيطلع بابلز. بلاقي ايه؟ بلاقي البابلز اللي طالعه عند الهيدروجين كتيره قوي عن البابلز اللي طالعه عند الاكسجين. ليه؟ لان الميه اصلا H2O، فطبيعي ان انا عندي ضعف الكميه هيدروجين. يعني هنا يطلع واحد مثلا، هنا يطلع قصادها 2. طيب احنا عايزين نشوف الحاجات دي بعينينا، تيجي نشوفها. تعالوا نشوف اهي، بس اتمنى. The electrolysis of water. تمام Here you can see a voltameter made of two burettes mounted vertically. اهو. We filled the voltameter with acidified water through this tube in the middle. احط الميه بايه؟ السلفر. At the bottom of the apparatus there are two electrodes, the positive electrode and the negative electrode. تمام. These are connected to a power supply. وهنا في الكترودز البوزيتيف. When we turn the power on, you can see bubbles of hydrogen gas forming at the negative electrode, which in this case is made from carbon. The positive electrode, however, cannot be made from carbon, because oxygen gas forms here. Instead, we use platinum, because this doesn't react with oxygen as carbon does. If we close the taps on the burettes, we're able to collect the gases which are forming at the electrodes. As you can see, hydrogen gas on the left is formed more quickly than oxygen gas on the right. This is to be expected, as the formula of water is H2O, so you would expect to get double the volume of hydrogen. Over time this becomes evident. You can see that as the volume of hydrogen approaches 6 centimeters cubed, the volume of oxygen approaches 3 centimeters cubed. Finally, we can test our mixture of gases by bubbling it through soapy water. The bubbles that are forming contain a 2-to-1 mixture of hydrogen and oxygen. عشان الأكسجين تعمل ايه؟ انفجار. تمام تمام. اوكي طيب، يبقى كده عرفنا ان هنا الاكسجين هيطلع فين والهيدروجين، ونسبة الهيدروجين اعلى من الاكسجين. يبقى احنا عملنا فلتريشن، مش فلتريشن سوري، سيبريشن باي كيميكال ايه؟ سيبريشن الكتروليسيس. تمام تمام. give reason بقى ان الهيدروجين يعتبر ان element ليه؟ علشان مش بيحصل له dissociated into smaller form by using physical and chemical method. ما بقدرش ان انا اعمل له يعني اصغره عن كده، ده السيمبل فورم بتاعه، لا بالكيميكال ولا بالفيزيكال. طب ليه الووتر classified as a component؟ علشان الكومبوننت can be separated، للاكسجين لوحدها
الهيدروجين لوحده عن طريق الايه؟ الالكتروليسيس. تمام كده؟ لما بيقول لي كومبوننت ان انا اقدر افصله بالكيميكال ميثودز، ان كانت بقى هيتنج، ان كانت الكتروليسيس، لكن الهيدروجين ما بيتفصلش تاني لا بالكيميكال ولا بالفيزيكال. تمام؟ تمام. طيب بعد كده molecule of component. A molecule of a component consists of different atoms or different elements. It's represented by formula known as the molecular formula. طيب بالراحة كده. الموليكول of component أنا عندي مركب زي ما قلنا H2O أو ال HGO، ده اسمه component. طيب الموليكولز بتاعته، الجزيئات بتاعته إيه بقى؟ إيه تعريفه أصلا؟ طيب بيقول لك إيه؟ هو بيكونسست الموليكول of component دوت كونسست بإيه؟ جزيء الماء H2O، جزيء الماء. تمام؟ H2O، جزيء الميركوري أوكسيد HGO. ده component بيتكون من atoms different مختلفة، أو different elements أو عناصر مختلفة. تمام؟ represented by أنا بعرف شكله بالموليكولار فورمولا. molecular formula زي دي. شايفين دي HGO؟ شايفين دي H2O؟ ده الموليكولار فورمولا. يبقى إيه الموليكولار فورمولا بقى؟ هي السيمبل فورمولا، symbolic formula that express the type and the number of atoms of the elements that form the molecules. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ تعالوا نكتب دي H2O. دي O المفروض بس عندها إعاقة شوية. H2O. تمام؟ طيب ال H2O دي الموليكولار فورمولا لمين؟ للووتر، للمية. طيب هي ايه؟ هي سيمبلز صح؟ دي رمز اهو. بيكسبريس ايه؟ او انا عرفت منه ايه؟ او انت لما شفت ده عرفت منه ايه؟ عرفت ان انا عندي كام تايب اوف اتومز. عندي نوعين اتومز، واحده هيدروجين، مش واحده، اتوم هيدروجين واتوم ايه؟ اكسجين. كام عددهم؟ 2 هيدروجين وواحده اكسجين. يبقى الموزيك الموليكولز الخاصه بالميه بتتكون من، عن طريق ده عرفت. تمام؟ الموليكولار فورمولا بتاعتها عرفت ان هي 1 اكسجين كومبايند مع 2 هيدروجين. طيب الكلاسيفيكيشن بتاعت الكومبوننت بقى، عندي organic component وعندي inorganic component، مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. أول ما أسمع organic لازم تكون المركب فيه كربون. المركبات العضوية كربون component، بتلاقي فيها كربون في النص. طيب إيه هي الكومبوننت أو إيه هي الأورجانيك كومبوننت؟ هي المركبات in which carbon atom are bounded mainly to hydrogen atom and may also be bounded to other atoms such oxygen or nitrogen. بالراحة كده. يبقى الأورجانيك component هي mainly carbon atom. الكربون atom دي bounded ملتصقة أو مترابطة بهيدروجين وكمان أكسجين، maybe oxygen maybe nitrogen على حسب. زي إيه؟ زي غاز الميثان. دي ميثان غاز. ميثان موليكول هو ذرة كربون كبيرة اهي معاها 4 هيدروجين، رمزه CH4. ذرة كربون متحدة مع كام ذرة هيدروجين؟ 4. طب the molecule of an organic component contains C و H و O. عندي molecule كمان في 2 C، هو بيقول لك ادي 2 C همت. تمام؟ كام هيدروجين؟ 1 2 3 4 5 6 وواحدة أكسجين. وده كومبوننت كمان هو اسمه كبير شوية فهم مش قايلينهولك هنا. تمام؟ طب في مولكيولز كمان فيها كربون والنيتروجين مع بعض وهيدروجين كمان. ده أنا عندي الأورجانيك كومبوننت هما different أشكال كتيرة، بس الميلي بتاعها الكربون والإيه والأكسجين. هو الكربون دي أساسها والأكسجين بعدها، وممكن ترتبط بالإيه بالأكسجين أو ممكن بالهيدروجين H هيدروجين، ممكن ترتبط بالأكسجين أو ممكن ترتبط بالإيه بالنيتروجين. تمام؟ تمام. معلومات كتيرة، بس إن شاء الله أنا
زي ما وعدتكم انا بعمل فيديوهات صغيره بالشرح بالتفصيل من الكتاب، وبعد كده بعمل لكم وايت بورد انيميشن بالدرس كله، تمام، عشان لما نيجي نحل الاسئله بتاعته. طيب الانورجانيك بقى، inorganic component هو component which contain various elements include carbon أو غيره، يعني هو مش شرط فيه كربون. مثلا نيتريك أسيد مثلا ده ما فيهوش كربون أصلا، ده HNO. كربون دايوكسيد CO بس ده مش أورجانيك، تمام، يعني ده فيه أهو CO2 مثلا، تمام، والنيتريك أسيد بس دول inorganic. يبقى الأورجانيك هو component فيها كربون بيزكس و H و N أو O whatever، لكن الانورجانيك هي component من different elements، تمام، ممكن يبقى فيها كربون او لا عادي، تمام. طيب give reason ليه why an organic component known as a carbon component. ليه؟ لان هو لازم يبقى فيه presence ايه of carbon، يبقى لازم يبقى فيه ايه carbon. طيب number of atoms in a single molecule of some organic component can reach several thousands. اوكي، انا عندي لو انا عندي organic component مثلا، تمام، ما بيبقاش فيها في السنجل مولكيول، يعني ما بيبقاش فيها مثلا 2 3 4، لا هو ممكن يبقى فيها thousands of، تمام، ده بيتكلم على الاورجانيك. اوكي، بلاستيك بوليمر مثلا، البوليمرز يعني حته البلاستيك دي فيها مئات من المولكيولز بتاعها. الهيموجلوبين بتاع الدم مئات من او الاف من الاتومز او المولكيولز مع بعضها. فيتامين دي نفس الكلام، تمام. فيتامين دي هي regulate calcium and phosphorus level in the blood to prevent osteoporosis، تمام. دي معلومة عن فيتامين دي، واكيد هتجيلكم اكيد في game reason صح وغلط، ماشي. يبقى انا كمان عندي ان numbers of atoms في single molecules للorganic component ممكن تبقى آلاف، تمام كده. تعالوا بقى نعمل comparison ما بين النيتريك أسيد والميثان، يعني ما بين الأورجانيك component والنون أورجانيك component. أورجانيك، تمام. التايب أورجانيك component ده inorganic component، الفورمولا بتاعته CH4، الفورمولا بتاعته HNO3 اللي عرفنا أهو، هادي ال N معاها كام H، معاها سوري كام H1، معاها كام كام O، HNO3، تمام. طيب بعد كده كام element هنا؟ واحدة كربون and 4 oxygen. اوكي، يبقى هنا الاليمنتس الأساسية كربون وهيدروجين، صح؟ يبقى كربون وهيدروجين هما 2 elements، هما نوعين من الذرات، مش عايز عددهم دلوقتي، كربون وهيدروجين. طب في النيتريك أسيد عندي كربون عندي هيدروجين، عندي نيتروجين، عندي أكسجين، 3. طيب number of atom بقى، عدد الاتومز، عدد الذرات اللي موجودة فيه. يبقى لما يجي يقول لي number of elements، مهم جدا جدا تفرقوا بين دي، عدد العناصر وعدد الذرات. العناصر هنا 2 هيدروجين وكربون، عددهم 1 و4، يبقى ده 5 اتوم. يبقى المولكيول دول بيتكون من 5 اتوم، 1 carbon and 4 hydrogen. طب النيتريك acid it consists of 5 atoms، 1 nitrogen 1 hydrogen and 3 oxygen في النيتريك acid، تمام. تفهم وتفرق ما بين number of elements و number of atoms. طيب question كده على السريع. Which of the following component molecules consist 4 atoms of 3 different elements؟ مين الشاطر اللي هيعرف يحلها؟ كم element؟ 3 مختلفين مع كم اتوم؟ العدد كلهم 4. طيب دول 4 بس دول مش مختلفين، دول 2 atoms 2 elements، هنا 2 elements، هنا 3 elements. تفتكروا دي صح؟ غلط. ليه؟ لان دول عدد اتومز فيها كام؟ 2 3 و4 7،
طب هنا دي اللي صح. ليه دي اللي صح يعني اسمها؟ عشان دي بتتكون من 3 elements: صوديوم، نيتروجين، أكسجين. عددهم 1 1 2، يبقى دول عددهم 4. دول عددهم ايه؟ 4، يبقى دي اللي صح. طيب idea for answering، هو هنا بيتكلم. على فكرة احنا حلينا من غير ما نشوف، يبقى هي دي اللي ايه؟ اللي صح، هو حللها. تمام. طيب state which with explanation what is the figure 1 and 2 represent using the following concept: molecule, mixture, element. اوكي. طيب 1 و 2 ده ايه وده ايه؟ مين الموليكولز؟ مين الميكسشر؟ مين الاليمنت؟ الموليكولز احنا قلنا هو يبقى molecules of component. molecules consist of 2 atoms او اكتر. طب عرفنا منين؟ مش احنا ده شكل وده نوع، ده نوع وده نوع وهكذا، يبقى ده بقى ايه؟ ده molecules، صح؟ معلش نكتب عشان الكتابة احنا عندنا بعافية شوية. تعالوا نوصل. ده ايه؟ molecules. طب ده ثواني، ده فيه دول شبه بعض شبه بعض. انا عندي molecules صح، بس مش نوع واحد، دول حاجات مع بعض صح، في مكان واحد. يبقى ده هنا ايه؟ هل element ولا mixture؟ لا هو mixture. ليه؟ لان هو بيكونسيست of molecules of 2 elements. تمام. والاثنين diatomic، يعني كل واحد فيهم بيتكون من 2 atoms. تمام كده. تمام. طيب ايه تاني؟ عايز بقى اللايف ابلكيشن في Egyptian blue dye. dye يعني الصبغة الزرقاء. Egyptian blue dye is a chemical component composed of several elements that follow table. The following table shows the component اللي هي Egyptian blue، الصبغة الزرقاء تقريبا. اللي هو الداي، الصبغة الزرقاء المصرية يعني. تمام. طيب اللي هم كانوا بيستخدموها زمان او لغايه دلوقتي طبعا في الرسم والحاجات دي. طيب الصبغه دي بتتكون من ايه؟ بص يا ستي، بتتكون من كالسيوم، كبر، سلفر، اكسجين. على فكره ده التوتال بتاعهم. الصبغه ده التوتال، يعني فيها واحده كالسيوم، فيها واحده كبر، فيها 14 سلفر، فيها اكسجين 10. طيب ده لايف ابلكيشن. طب هنا ما يجي يقول لي الإيجيبشن بلو داي بتتكون من كام element؟ number of elements 1 2 3 4 4 elements with total number atom كام؟ يعني الاليمنتس دي بتتكون من كام اتوم؟ 1 2 16 24. يبقى Egyptian blue dye consists of 24 atoms and 4 elements. يبقى 4 elements 24 atoms اللي هم ممكن اقول 24 atoms اللي هم 1 carbon 1 copper 14 sulfur 10 oxygen بتوتال 24. تمام. ايه الاهميه بتاعتها؟ color papyri كانت ببابيروس، البابيروس اللي هو الورق البردي زمان، وكانوا بيلونوا بيه كمان الستيكيوس بتاعتهم التماثيل. It's still used today to color the house in Nubian village. لغاية دلوقتي الألوان في نوبة where are a major tourist destination for both domestic and international tourism في السياحة العالمية والداخلية. تمام. طيب how many metal atoms are found in one molecule of Egyptian blue dye؟ حلوة دي. احنا هنا قلنا كام؟ كربون، كبر، سلفر، أكسجين. مين فيهم هنا ميتال؟ مين من الأربعة؟ سي قلنا اس صح، كالسيوم سلفر وكبر وأكسجين صح. مين فيهم هنا ميتال؟ مين في الأربعة دول ميتال؟
كالسيوم، وده موجود في الايه، في الجروب اللي اسمها الكلاين ايرث، صح؟ واحنا قلنا ان ده ميتال. ومين كمان؟ في كبر، صح؟ الكالسيوم والكبر دول الايه، الميتال، والسلفر والاكسجين دول ايه، النون ميتال اليمنت. يبقى هنا بيتكون من كام ميتال يا جماعه؟ 2. تمام. طيب احنا هنخلص على هنا، هنبتدي في فيديو جديد في باقي الدرس. تعالوا نشوف تيست كده. test your understanding. test your understanding. Choose the correct answer. All the following describe the table salt except كلهم بيوصفوا التيبل salt solution ما عدا it's homogeneous, its component can be separated by filtration, it's homogeneous, its component can be separated by filtration, its component can't be seen by the naked eye, its component can be separated by evaporation and condensation. كل الحاجات اللي جاية صح ما عدا جملة واحدة. هو مبدئيا homogeneous. طيب احنا كنا بنعمل له filtration بإيه؟ سوري، كنا بنعمل له separation بإيه؟ بالفلتريشن ولا evaporation and condensation؟ لا، هو كنا بنعمل له بنفصله عن بعض بالايفابوريشن كوندنسيشن. هل نعرف نعمله بالفلتريشن؟ هو ما بيتصفاش. ليه؟ لان التسوليوشن يبقى اول واحده هي اللي ايه، مش معانا، مش من صفات الايه، التيبل سولت. طيب كل اللي جايين من جناح describe الميركوري اوكسايد، كل اللي جاي خصائص او اعرف اوصف بيها الميركوري اوكسايد ما عدا حاجه واحده بقى. It formed by the chemical combination of oxygen and mercury in fixed mass ratio. Its component can't be separated by physical method. The number of its element equals the number of its atom. It's an organic component that is composed of mercury and oxygen element. مين هنا اللي صح؟ أولا هو component can be separated by physical method، صح؟ تاني حاجة هو number بتاعت الاليمنتس بتاعته بتساوي numbers في الاتومز. ليه؟ لان هو HGO 2 element HGO وعددهم 1 و1. طيب ايه كمان صح؟ دي احنا قلنا ان دي صح، ودي انا ما اقدرش اعمله بالفيزيكال ميثود، صح؟ ما اقدرش اعمل سيبريشن بتاعته بالفيزيكال ميثود. طيب هنا مين فيهم اللي صح؟ هو chemical component ولا organic component؟ دي اللي غلط، يعني دي الإجابة. ليه organic component؟ يعني كربون. ده في كربون؟ لا، هو chemical component في أكسجين وميركوري وفيكسد ماس HGO، وبعمل له separation by إيه؟ by heating، صح؟ heating، صح كده؟ يبقى هي دي طبعا. Which of the following represent a mixture of oxygen molecule oxygen molecule وammonia molecule NH3 and carbon dioxide molecule. ماشي، حلوة دي. هنا بيقول لك أنا عايز أي صورة من دول فيها oxygen molecule. oxygen molecules المفروض يبقى إيه؟ يبقى نقطتين مع بعض أو دايرتين مع بعض نفس اللون، صح؟ ليه؟ لأن ده ميكشر متجانس. يعني سوري، مش ميكشر متجانس، موليكول يتكون من 2 atoms، صح كده؟ طيب oxygen with 2 atoms. طيب أمونيا ده عددهم كام؟ 4. هيبقى نقطة مثلا زرقاء وحواليه 3 لون تاني. الزرقاء دي وليكن النيتروجين. يعني تعالوا مثلا تعالوا نريبريزنت ليها كده بالراحة. هنا الأمونيا مثلا، أدي دي النيتروجين وحواليها حواليها الإيه، الهيدروجين، صح؟ حواليها الهيدروجين إيه؟ 1 2 3، صح كده؟ واحدة نيتروجين و3 إيه؟ و3 هيدروجين. طيب هنا CO وليكن دي الكربون وحواليها مين؟ الأكسجين، 2 شبه بعض، صح؟ يبقى أنا عايزة أشوف شكل من اللي أنا عاملينه ده.
طيب مين الشكل بقى اللي هنا اللي بيقول الكلام ده؟ هنشوف. دول اتنين زي بعض اهو، وليكن اكسجين وادي كربون، بص هي طلعت على طول. ايه صح، لان النيتروجين هم 3 الاكسجين وهكذا. which of the following choices is correct؟ انهي حاجه من دول صح؟ ده بغض النظر اسمه ايه دلوقتي، هو سلفوريك اسيد بس تمام بغض النظر. الومنيوم اوكسايد وده كلوريد كالسيوم كلورايد غالبا. تمام. طيب whatever من اساميهم، عندك المركب ده بيتكون مين فيهم صح؟ مين في الاربعه دول بيدسكرايب صح؟ molecule formula دي شكله molecule is composed of 6 atoms، يعني هم 6 اتوم. 6 هم مش 6 مبدئيا، العدد التوتال 1 2 3 7 ده 7 فدي غلط. طيب هنا 3 elements 3 عناصر غلط برضو. ليه؟ لان العنصرين واحده الومنيوم وواحده اكسجين، دول 2 مش 3. طب 5 اتوم صح، دي صح مبدئيا بس مش هنكمل لان احنا مش في الاخيره. هنا 2 element بذمتك دول 2 element يا عم، ده 1 element 2 atoms صح كده؟ يبقى مين اللي صح؟ سي. تمام. نقفل الفيديو على كده عشان نكمل في فيديو تاني باقي الدرس. المهم البروبرتيز بقى الخاصة بيهم، كانت فيزيكال أو كيميكال. باي باي.